الملك محمد السادس ويطول لنا بعمره ويعافيه ويشافي لنا يا رب، على موقفه النبيل اللي كان دائما مع السوريين، وعلى وقفته الكبيرة اللي فتح أبواب المملكة لأنه وللشعب السوري. وبنشكر الشعب المغربي على وقفته ومع الشعب السوري، وخلانا ما نحس بالغربة أبدا أبدا. الله يخلي لنا إياكم ويطول لنا بعمر الملك. ويا ريت جلالة الملك يفتح مجال إنه أولادنا وأبنائنا اللي بالغربة ما يقدروا يجوا يعطوهم الفيزا ويدخلوا المغرب. يا ريت طلب من جميع الأمهات. الله يخلي لنا إياكم يا رب. والصحراء صحراء مغربية. عاش الملك وخلي لنا الشعب المغربي يا رب. المغرب شعب كبير، المغرب شعب كرم، وشكرا للملك محمد السادس، الله يرزقه، الله يخليه. وشكرا للملك محمد السادس. عاش الملك ويعني ما بعرف، هو ملكنا. بشار الأسد هون هو ملكنا، يعني احنا ما بنعرف شيء اسمه بشار، احنا ملكنا الحالي هو محمد السادس. نحن كتير فرحنا لما اجينا على المغرب، وبنعتبر بلد الثاني، ملك تبع المغرب كتير بنحبه ورحب فينا كتير. وعاش الملك محمد السادس. بنحبك كتير محمد السادس. الله يخلي لنا ملكنا محمد السادس، نصره الله. وان شاء الله المغرب، يعني شو بدي اقول لك، الصحراء مغربيه يعني ما في كلام. والله ينصر سيدنا محمد السادس. كان في ملك يعني هذا واجب، محمد السادس هو اللي استقبلنا، هو الملك العربي الوحيد اللي استقبلنا حتى الفلسطينيين وعيشنا بهالبلد امنين الحمد لله. احنا ما كان في ملك توقع انه ما كان في ملك وكنشكروه غير انه هو اللي استقبلنا بالبلد، عيشنا وعطانا حقوقنا، وحتى زارنا بالمخيمات، صاحب الجلاله. يعني الشعب السوري باكمله، مدينه سوريا باكملها، يعني كيديروا واحد الطوفل اللي كيتسمى الشعب ديال سوريا كله كيخرج كيتسمى هذا الطوفل كيف ما كنقولوا حنايا. يعني تخيلوا معايا الشعب، مدينه باكملها، سوريا باكملها كتخرج للشارع وكتحتفل بهذا الانتصار ديال تحرير سوريا، يعني وكتشكر المملكه المغربيه جزيره الشكر وخصوص صاحب الجلاله محمد السادس. هذا واجب، يعني باش تعرفوا المغرب راه خدام في الدق والسكات. يعني المغرب ما كيتكلمش، ماشي بحال بعض الناس اللي عايشين في العالم اخر. يعني كيف ما قلت لكم النظام ديال الكبرانات عايش في واحد العالم اخر، كيف ما كنقولوا بعيد على الكره الارضيه، يعني عنده واحد العالم اخر كيف ما كنقولوا، عالم خاص به. يعني وبخصوص يعني في الترشيح ديال مؤخرا اللي غيتنظم كيف ما كنقولوا المملكه المغربيه اسبانيا والبرتغال اللي غيحتضنوا كاس العالم 2030. تقريبا جميع الدول ديال العالم هنئوا المملكه المغربيه، ولكن مع كامل الاسف حنا ما كنتسناوش من هاد الناس هادو، ديال هاد الناس اللي عايشين في عالم اخر، ما كنتسناوهمش يباركوا لينا. وجميع الدول العالم يعني كاع الناس كتقدم وكتشوف، ولكن حتى هاد الدوله ديال المملكه، يعني كيف ما كنقولوا الجزائر او النظام ديال الكبرانات، حتى هو راه كيحقق واحد الانجاز. يعني حتى هو راه كيحتل واحد المراتب الاولى ديال كيف ما كنقولوا المشاكل والتبرزيط والتشويش. هذا هو الدور اللي عند النظام ديال الكبرانات او الجزائر كيف ما كنقولوا حنايا. الهدف عندهم هما هي كيف ما سبقوا وقالوا واحد المسؤولين في المجال الرياضي اللي في الجزائر، قال لك حنايا الجزائر ماشي مشكل واخا تقصى من جميع المجالات الرياضيه، ولكن المهم ما تحطش عندنا الرايه ديال المملكه المغربيه. يعني شوفوا باش تعرف الكلخ عدد الناس هادو، يعني واخا كيقول لك حنا ما عندناش مشكل نتقصاو من جميع البطولات اللي مشاركين فيها، ولكن الا لعب معنا المنتخب المغربي، المهم حنا ما كنخليوش الرايه ديالو تحط عندنا في المملكه في الجزائر. وكنساو بلي راه كاين العقوبات اللي كتنزل على الجزائر، ولكن شوفوا باش تعرفوا هاد الناس هادو عندهم واحد الحقد. يعني هاد الخريطه هادي راه دايره لهم واحد العقده في الحياه ديالهم، يعني يسمحوا في البلاد ديالهم كيف ما كنقولوا يقدروا يضحيوا بالبلاد ديالهم وبالشعب ديالهم على قبل هاد الخريطه وعلى قبل الرايه ديال المملكه المغربيه ما تحطش عندهم في الجزائر. يعني باش تعرفوا الناس راه بدون وعي. كنتكلم على النظام ديال الكبرانات مع كامل الاسف، كلشي كيتكلم عليهم وعارفين راسهم فين واصلين، وعارفين راسهم كيف ما كنقولوا المشاكل اللي كاينه. ما نبقاوش نتكلموا على هذا، كنشوفوا يوميا
كنشوفوا المشاكل اللي كاينه، يعني بالعكس انا ما غاديش نقول لك غنكون حزين، بالعكس انا فرحان. علاش؟ حيت واحد الانسان او واحد النظام ما كيحترمش واحد البلاد، بالعكس ما غاديش نحزن نقول لا علاش هاد المشاكل اللي كاينه عندهم. هذا الشيء ما كيهمنيش انايا، ولكن ما غاديش نكون حزين ولا شي حاجه. بالعكس كتشوف كيف ما كنقول واحد المسؤولين كيفاش كيتصرفوا مع المملكه المغربيه، وكيشهد بها تقريبا دول العالم كامله كتشهد بهاد الاستفزازات كيف ما كنقولوا، هاد التصرفات الوحشيه اللي كيقوموا بها، بخصوص ملي كيكون في مجال رياضي. يعني ملي كتكون البعثه الوطنيه المغربيه في الجزائر كنشوفهم كيفاش كيتهجموا على اللاعبين المغاربه بواحد الوحشيه وواحد الاجرام. يعني هذا الشيء هو اللي كيعرفوا، كيف ما كنقولوا ما كيعرفوش شي حاجه اخرى من غير الاجرام والاستفزازات. وكيف ما قلت لكم باش ما نبعدوش على الموضوع، يعني هنيئا لاخواننا السوريين ومبروك ليهم. يعني هذا واجب نقوموا مع اخواننا في سوريا، وحتى الناس السوريين اللي عايشين في المملكه المغربيه راهما حتى هما اخواننا. وشكرا لكم بزاف. يعني كنتمنى ما تخليو ما تنساوناش باللايك، الله يخليكم، وتبارطاجيو هذا الفيديو، وخليو لنا الاراء ديالكم يعني على قبل اخواننا السوريين، يعني باش يشاهدوا هذا الفيديو. يعني حنا راه كنتكلموا غير على الاخوان ديالنا في سوريا. الله يخليكم، كنتمنى الدعم منكم، وكنتمنوا الصحه والسلامه لصاحب الجلاله، والله يشافيه لينا يا ربي امين. ونتمنوا نتلاقاو في فيديو اخر جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.